ومعانا من شنايا على السريع. بس قبل ما نبدا ما تنسوش تخشوا قناه اليوتيوب، هتلاقوا الرابط في البايو، منزله عليها فيديو كشري كان حد طلبه مني، محمد طبعا معايا في الفيديو. وما تنسوش تعملوا اشتراكات كتير. يلا نشوف المكونات. كوبايه لبن بودره، كوبايه سكر بودره، كوبايه نشا بودره، كوبايه دقيق رز، معايا هنا نص كوبايه جوز هند ناعم او مبشور عادي، ونص كوبايه زبيب، ونص كوبايه سمسم، ونص كوبايه سوداني. وزي ما قالت في الفيديو لو حابين تحطوا فانيليا اوكي، لو مش حابين خلاص. اول حاجه بقى هحطها، هحط لبن بودره، كوبايه سكر ناعم. انزل يا ابني مش قد. احط كوبايه نشا. اخر حاجه هحط معايا كوبايه دقيق رز. دلوقتي بقى الفانيلا. هحط نص كوبايه السمسم، هحط الزبيب، ومعايا هنا جوز الهند. عارفاك مشتاق في السوداني، لو حابين تحطوا سوداني عادي، لو مش حابين عادي برضو. وهنعمل ميكسايه على السريع. خلصت دمج المكونات كلها، هل هنسكت؟ لا هنعمله سحلب. طبعا محمد متشوق عشان هو بيحب السحلب، فانا مش هكسر بخاطره وهجربها. ونسيت اقول لكم مفيش بارت 2، هو بارت 1 ونخلص كلنا. دلوقتي معاكم الشيف محمد والشيف خلود. ودلوقتي انا حطيت 3 كوبايات لبن، هحط عليهم دلوقتي 4 معالق سحلب. دلوقتي هقلبه واستنى لغايه لما يتقل معايا. اتفضل تعال اشرف على الاكله بنفسك. اتفضل يا جماعه، انا اكتر غويشه بحبها اتقطعت. يلا حظ البائس. السحلب بتاعنا خلص خلاص، وادي القوام بتاعه اهو. فكرني بالرز بلبن على طول. بس خلاص، ومحمد اللي جايبها لكم كمان بنفسه. نزل يا ابني. دلوقتي بقى هتبدا عمليه الصب. ممكن لك انت تاني مره واحنا بنسرق كوبايه ماما. سوري يا امي سوري. هنا من عمليه الصب. دلوقتي بقى هزينها، لو حابين تزينوها زبيب وجوز هند قشطه عادي مش مشكله. شويه جوز هند بقى. يخلصي. ايه رايك؟ انت متضايق ليه؟ طيب طب مش مشكله. دلوقتي بقى هندوق اذا كان فعلا طلع سحلب ولا لا. الريحه سحلب. شو الطعم بقى؟ بسم الله. الجمال ده سحلب. لا بجد كأني فعلا شارية سحلب. ايه ده؟ لا صوتي. احنا معاك من حاجة. استنى اجيبلك معاها تانية. خد يا برنس. مش سخن. ايه رأيك؟ حلو؟ طب اضحك طيب. انت عارفة. خلصت التجربة ومحمد مستمتع طبعا، وبنتمرمغ في كوباية ماما. الله. ودلوقتي انا ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ بس خد امسك كنت ساكت. سوري. ودلوقتي انا خلصت. ما تنسوش منشوروا اي تجربة انتوا عايزينها، وما تنسوش برضو تشتركوا في قناة اليوتيوب. وبس خلاص.